خد بالك من تفصيله صغيره بس مهمه وانت بتاسس لبند التكييفات عندك في البيت. بص هنا معايا، شايف دي مواسير في السكيب، تمام؟ بنركبها في قلب المواسير بتاعتنا، تمام؟ وبنلف عليها الشرنك كده وبنغلفها بالطريقه دي، بنغلفها في الجزء بتاع الارض، الجزء الارض ده كله بنقفلها وبنقفل عليها بالمونه بتاعتنا، مهمه جدا. ولو لقيت الزرقاء، المواسير الزرقاء اغلى من دي وافضل من دي، لو بقت متوفره عندك يا ريت، تمام؟ وحاجه مهمه جدا، الخرطوم الاحمر ده، خرطوم الكهرباء ده، حاول تمشيه معاك، هو مش هيكون فيه سلك، تمام؟ بس حاول تمشيه معاك، حاول تمشيه معاك جنب المسار ده بالمحاذاه ده، تمام؟ علشان احنا لسه عندنا العميل لسه ما استقرش على نوع التكييف اللي هيشتغل عنده هنا، تمام؟ ففي بعض التكييفات بتحتاج كهرباء معاها، تمام؟ ففي الحاله دي لازم تمشي المسار ده احتياطي، تمام؟ وتامن نفسك، يعني تامن نفسك علشان ما ترجعش تكسر تاني لا قدر الله، تمام؟ مهمه جدا التفاصيل دي ولازم تاخد بالك منها، وعلى قد ما تقدر تخلي الصنايعي اللي هيأسس لك او هيشتغل عندك انه يجيب المواسير اللي هي الجنوب افريقي النحاس معتمد، يجيب الحاجات دي كلها ويقفلها عندك، لان انا خدت بالي ان في الفتره الاخيره بعض الفنيين وبعض الشركات بتجيب الكلام ده كله جاي ملفوف بالشرينك وجاي جاهز وبيتقفله على طول في مكانه. فخليه يفضل ان هو ياسس في نفس المكان اللي هو هيشتغل فيه، وحاول على قد ما تقدر ما تنساش العود الفايبر ده، تمام؟ في بيسموه عود ضغط ايا كان، بنحطه هنا، بنحطه هنا كده وبنقفل عليه بالمحاره. طب ده فايدته ايه؟ عفوا، طب ده فايدته ايه؟